السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي المتواضعه طبخه وشنطه مع هبه. تعالوا نعمل مع بعض النهارده شويه بانيه تحفه، والكفر بتاعهم من بره مش هيفك خالص، والبانيه مستوي كويس جدا معانا ولونه رائع. تعالوا نقطع واحده واوريها لكم. تحفه، والقشره وبيقرمش. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. ده انا عندي شويه بانيه، دي صدور فراخ، كانت فرخة كبيرة عندي وانا اللي خلياها ومقطعاها، هنتبلها مع بعض. ده شوية ملح، فلفل اسود، انا بحب اعمل كل حاجة بايدي. ده توم بودر، شوية كمون، بهارات فراخ، والبيضتين، وهبشر كمان بصلاية وهعصر ليمونة. ادي الليمونة. صلوا على النبي يا جماعة. هنقلب ده كويس جدا ونسيبه على جنب بتاع نص ساعة ساعة يتبلوا. يا سلام بقى لو من بالليل عملتيه وسبتيه لتاني يوم. ده الكفر اللي نحطه في الفراخ. كل التوابل اللي حطيناها في تتبيلة الفراخ هنحطها في البقسماط. بقسماط ومعلقتين دقيق ومعلقة نشا، وبرده بهارات فراخ، فلفل اسود، ذرة ملح، ونقلب الكمية دي حلوة مع بعض، ونبتدي نتبل. نغطي البانيه بتاعنا بالبقسماط والدقيق. انا عملت اهو الكمية دي، هغطيها بكيس واحط عليها كمية تانية عشان يبقى فاصل ما بين اللي فوق واللي تحت، ما يلزقوش في بعض، لاني هحطه في التلاجة. انا عملت اهو وطلعناه من التلاجة بعد ما اتحط في التلاجة شوية. تعالوا هنقلب مع بعض بقى. احنا كده بنقليه بنحمره مع بعض. شفتوا اللون؟ خلوه ذهبي وبيقرمش ومتماسك وتحفة. ودي كانت سفرتنا النهاردة. ألف هنا وشفا، يا رب تكون عجبتكم. السلام عليكم.